سلام الله عليكم متابعي قناة أنفجارية الأعزاء. قبل ما ندخل في الموضوع غادي نجاوب على واحد السؤال ديال واحد المشاهد اللي كيقول لي بأنه في العوطن المغرب يشري الأسلحة، وفي ذاك الفيديو كنا هضرنا على الغواصات، فبالأحرى أن هذه الأموال تصرف في التعليم في الصحة، لأن عندنا مشاكل في التعليم، عندنا مشاكل في الصحة. أقول هذا المشترك أو هذا المشاهد عفوا أنني متفق معاه من ناحية وما متفقش معاه بزاف ديال النواحي أخرى. متفق معاه من واحد الناحية أنه فعلا هذه الأموال يا ريت لو كانت كتصرف يعني على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليم والصحة وغير ذلك. هذا متفق معاه من هذه الناحية، ولكن من ناحية أخرى خصنا نعرفوا بأننا رانا حدانا جارة اللي كتستفد المغرب كل يوم. كل يوم كتهدد. حنا عندنا جيش قوي، جيش قوي، الاستفزازات على الحدود، الاستفزازات بإشعال الحرب، الاستفزاز في الصحراء المغربية إلى غير ذلك. لذلك كان لزام على المغرب أنه يتسلح. غنعطيك مثال بسيط. إنسان عنده كراج داير فيه سلعة، شاري فيه سلعة كثيرة يعني بواحد الأثمان اللي هي باهظة جدا، وداك الكراج ما سادوش، ما دارش ليه القفل، يعني خلى اللصوص ممكن تجي تدخل ليه في أي لحظة ودير ليه كل شيء. فهذا نفس الشيء بالنسبة للمغرب. المغرب كان مهتم بالاقتصاد فقط، غادي يمشي غير باش ينمي البلاد وينمي الاقتصاد، ولكن راه على الجانب الآخر يعني الجارة الشرقية راهي كتزيد وكتسلح وكتهدد في المغرب. راه ما يمكنش القوة الاقتصادية، لأن المغرب حب من أحب وكره من كره. المغرب أصبح قوة اقتصادية كبيرة في أفريقيا، وليس في أوروبا عفوا، قوة اقتصادية كبيرة في أفريقيا ويحسب له ألف حساب. لذلك كان لزام بالموازاة مع النمو الاقتصادي يكون حتى التسلح باش يحمي المصالح ديالو إذا تعرض للخطر، لأنه يعني كيف ما شرحت لك راه الجارة الشرقية هي تهدد باستمرار المغرب، ويحمي حتى المصالح التجارية ديالو في أفريقيا. هنا ما غاديش يفوت عليك بأنه راه وقعات شي حوادث في مالي تعرضوا لها سائقين ديال شاحنات مغاربة، ويحكى أن اللي من وراء هذا الحدث هي المخابرات الجزائرية. لذلك فالاهتمام بالتعليم والصحة وغير ذلك والاقتصاد شيء جيد جدا، ولكنه غير كافي. ناخذ غير مثال ديال الصين. الصين في البداية كانت فقط كتهتم بالاقتصاد وهملات الجانب العسكري، لكن تبين لها فيما بعد أنها أن بزاف ديال التهديدات الأمنية كتواجهها. لذلك فهي بدات أيضا بالموازاة مع النمو الاقتصادي كتنمي حتى الجانب العسكري، ودخلت ودارت الصناعة العسكرية ديالها وشرات أسلحة متطورة جدا. لذلك فهو ما يمكنش تكون قوة اقتصادية بدون أن تكون بالموازاة مع ذلك قوة عسكرية. راه بجوج خصهم يكونوا في نفس الوقت وبالتوازي، وبالأحرى ملي تكون عندك جارة بحال الجزائر. كنتمنى نكون جاوبت على السؤال ديالك. ممكن ما تكونش متفق معايا، هذا من حقك، ولكن تحاول تقنعني. ونطلب كذلك من المشاهدين ديال القناة اللي عنده شي تدخل في هذا الأمر يفيدنا. يعني شنو رأيكم نتوما؟ واش المغرب خصو يديها غير في الاقتصاد والصحة والتعليم ويهمل الجانب العسكري، أو لا خص يكونوا بجوج يعني بالموازاة، الجانب الاقتصادي والاجتماعي بالموازاة مع تطور الجانب العسكري؟ قولوا لنا شنو كيبان لكم في هذا الأمر في التعاليق. إذن نمر الموضوع اليوم. جنرالات الجزائر كانوا داروا واحد الاجتماع عسكري. الهدف من هذا الاجتماع انه كانوا بغا يشعلوا الحرب مع المغرب نظرا للنجاحات الدبلوماسيه اللي حققها المغرب في قضيه الصحراء،
وبالخصوص جملة من الاعترافات بمغربية الصحراء وافتتاح للعديد من القنصليات في الصحراء المغربية. وهذا الاجتماع السري اللي كانت طلعت عليه المخابرات المغربية، لأنني في السبق قلت لكم أن المغرب عنده مخابرات قوية جدا، فهذا الاجتماع السري كان الهدف منه أنه باش يفتعلوا شي حادث حدودي باش يدخلوا في شنآن، يدخلوا في حرب مباشرة مع المغرب. لكن المخابرات الجزائرية حذرتهم، وصلت لهم واحد التقرير مفصل يقول بأنه يؤكد أن المغرب اليوم راه كيمتلك واحد 3 ديال الأنواع من الأسلحة اللي قلبات موازين القوى في المنطقة بشكل كبير جدا. لذلك فهما إلا كانوا تراجعوا على إعلان الحرب على المغرب فماشي حبا في السلم وحبا في الشعوب المغاربية، يعني المغربية والجزائرية، وإنما فقط خوفا وجبنا من هاد الأنواع ديال الأسلحة اللي أصبح المغرب اليوم كيمتلكها. ونفس الوقت راني كنجاوب على سؤال ديال هذا المشاهد اللي كيقول لي بأنه كان المغرب يديها غير في الجانب الاقتصادي والاجتماعي ويهمل الجانب العسكري. فماذا لو أهمل الجانب العسكري؟ كان الجزائر ربما تقدر تغزو المغرب في ظرف وجيز إذا كان المغرب هامل ذاك الجانب العسكري، ولكن لله الحمد المغرب ما هملش هذا الجانب، وكان هذا هو الصواب باش يدافع على البلاد ويدافع على الاقتصاد ديال البلد وعلى الوحدة الترابية ديال البلاد. إذا باش نرجعوا للموضوع، اشنا هي هاد الانواع ديال الاسلحه، هاد 3 الانواع ديال الاسلحه اللي كتخوف لهاد الدرجه جنرالات الجزائر؟ اول انواع هاد الاسلحه هي 3 انواع ديال الطائرات الدرون. هاد الانواع ديال طائرات الدرون اللي هما اولا اخوب، اللي هي طائره صغيره وهي قادرة على تجاوز أنظمة الكشف عن الطائرات، وهذه مسألة مهمة، يعني ممكن تمر بلا ما يتكشف عليها، وممكن لها تحمل واحد العبوة ناسفة كتبلغ 23 كيلو. وبالإضافة لذلك فهي كتقوم بالبحث والتعرف على أهداف العدو قبل تدميرها، ثم أنها بالفضل يعني داك الأجنحة الصغيرة ديالها، لأن هي صغيرة جدا، ما كتبلغ فقط الطول ديالها ما فيه فقط مترين، فممكن أنها ما كدوز يعني بلا ما تبان. هذا بالإضافة أن ممكن هاد الطائرات الأغوب ممكن تلقها من البحر أو من الأرض، وتكون معها هي أداة صغيرة فيمكن ديرها يعني في أي مكان. ثم هناك طائرات الإغميس 900 أو المسمى بالطائرات التكتيكية بدون طيار، واللي ممكن لها أنها يعني كتمكن منها كتطير لمدة ديال 36 ساعة لمهام استطلاعية والمراقبة والاتصالات. والمغرب يمتلك بالفعل هذا النوع من الطائرات اللي استخدمها بالخصوص في الصحراء المغربية على طول جدار حزام الأمان. النوع الثالث من طائرات الدرون اللي كتخلي الجنرالات بلا نعاس، واللي هي اللي كيمتلكها المغرب، ردوا معايا البال، راه منذ 2014، راه ماشي غير اليوم. لهذا راه هضرت بزاف ديال الفيديوهات على السرية اللي كتطبع الاتفاقيات العسكرية والمعاملات العسكرية أو اللي كيعقدها المغرب، على عكس الجزائر اللي كيطبلوا وكيهرولوا لأي خردة جابوها من روسيا. إذا هنا منذ 2014 والمغرب كيمتلك الدرون ديال هيرون، ويلا تعلن عليها مؤخرا يعني في 2021 أو أواخر 2020، يعني هو من 2014 هو كيملكها. والطائرة ديال الهيرون
وهي كتنتشر على الحدود الجنوبية الشرقية، والهدف منها أنها كتواجه دوك التوغلات ديال الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة البوليساريو. فهاد النوع من طائرات الدرون اللي كيمتلكها الجيش المغربي اللي هي دابا حاليا 5، إذا هضرنا على 3 أنواع، إذا نزيد لهم بيركتار وطائرات الدرون الكاميكاز فهي 5. فغتسمح للجيش المغربي بتدمير الدفاع الجوي الجزائري بأكمله. وبناء على نتائج الحرب الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا، فالتقرير ديال المخابرات الجزائرية كيكشف عن عجز الأنظمة المضادة اللي كتملكها الجزائر لمواجهة هذه القدرات المغربية الجديدة. هذا فقط واحد. غنمشيو رقم 2. إذن رقم 2، القلق الكبير الآخر للمخابرات الجزائرية هو أن المغرب كيمتلك أنظمة الرادار والتحكم المتقدمة تكنولوجيا بواحد الدرجة عالية جدا، واللي كتجهز الطائرات المقاتلة المغربية، وهذا غيمنح الطائرات المغربية واحد القوة ديال العرض والملاحة لا مثيل لها في المنطقة. الرقم 3، إذن السلاح الفتاك الثالث اللي جنرالات الجزائر والمخابرات الجزائرية واللي كيخليهم يفكروا 1000 مرة قبل ما يعلنوا الحرب على المغرب، اللي هو امتلاك المغرب للصواريخ الذكية سبايك LR2 وسبايك إنلوس. والمغرب الجيش المغربي فهو بالفعل كيملك هذه النوعية من الصواريخ، واللي الهدف ديالها هو تزويد المروحيات الجديدة من طراز أباشي اللي كيمتلكها المغرب، وكيعطيها هذا الصاروخ اللي كيتوجه هو بالأساس ضد الدبابات. هذا الصاروخ راه من الجيل الرابع، هو موجه ومضاد للدبابات، وكيتروح المدى ديالو الى غايه 25 كيلومتر، فهو كيشكل تهديد حقيقي للدبابات الجزائريه اللي ممكن تشارك في الاراضي القاحله، يعني في الصحراء. اذا الى دمر المغرب جميع الدبابات الجزائريه رغم كثرتها، لانه السلاح ديال طائرات الدرون بالانواع 5 ديالها زائد الصواريخ الذكيه الجديده اللي اصبح المغرب كيمتلكها، فالجيش الجزائري ما بقى فيه والو. جيش بدون دبابات راه ما يمكن دير حتى شي حاجه، يعني باش تمشي كما كيقولوا في اللغه العربيه عفوا الحربيه، باللغه الحربيه انك تدخل وتغزي اراضي ديال العدو، راه لابد لك من الدبابات، وانت الا ضربتي ليه الدبابات كلها وحيدتيه من الطريق راه ما بقى عندهم يدير، فهو الجو بوحدو راه ما غاديش يكفي. اذا هذا هو السبب الحقيقي اللي دفع الجزائر انها ما تعلنش الحرب ضد المغرب، لانهم الجنرالات هما ما كيفكروا الا في الحرب. اللغه الوحيده اللي عندهم هي لغه الحرب، ما كيعرفوش شنو هي السياسه، ما كيعرفوش شنو هي الدبلوماسيه. لكن لحسن الحظ ان المغرب وجد راسو سلح راسو، وبالتالي فانه واجد الكل وموجد لكل الاحتمالات.